معايا كده كيلو بطاطا عماله اشيله شمال ويمين واحطه هنا واحطه هنا، ومش عايزين ايه ياكلوه، لا مشويه ولا مسلوقه ولا بشاميل، زهقوا منها. فكرت لهم تفكيره حلوه كده، سهله واقتصاديه وسريعه وطعمها تحفه. جبت كيلو البطاطا، قشرته وقطعته شرايح، زي احطه في قلب حله بقى او كسرولة. وهروح جايه ايه حاطه عليه 5 معالق سكر، 5 معالق من معالق الاكل، تمام، عشان سكرها مظبوط كده. وبعدين هحط عليها فنجان ميه زي ما انتم شايفين كده، وهرفعها على النار. اول ما الميه تغلي هروح جايه مهديه عليها النار خالص، اسيبها تستوي على نار هاديه، تمام. وكل شويه نقلبها كده عشان ايه السكر ما يكرملش معانا فيحرقها. وهنا بعد ما خلاص استوت خالص، جبت الهراسه بتاعتي ورحت جايه هرساها كده، عايزاها تبقى دايبه معايا دوب، يعني هرس على قد ما تقدري فيها لحد ما إيه يعني تبقى مظبوطه معاكي كده في الهرس. عايزه اسيبها لما تهدى شويه عشان الخلاط بتاعك ما يبص، ما فيش مشكله. هنا كان عندي كيلو لبن سايب من عند اللبان، غليته وركنته على جنب كده، ورحت جايه حاطه فيه ايه حطاه على البطاطا، وحطيت كمان كيسين من كريم الكراميل، تمام. الباكوين كريم الكراميل دول اساسي معانا في الوصفه يا جماعه، بيخلوا طعمها حلو جدا. فرمتهم هنا زي ما انتم شايفين كده، خليتهم ناعمين جدا جدا، تمام. انا طبعا لقيت الشفشق صغير على الكيلو اللبن، فقلت يعني هيطلع مني ويبهدل الدنيا، فحطيت ايه 3/4 الكيلو، وهضيف بقيه الكيلو دلوقتي. مهم جدا ان احنا نصفي الخليط بتاعنا بالشكل ده. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعيني من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميله. هنا خلاص خلصت التصفيه، ورحت جايه ايه حاطه بقيه كميه اللبن. للمعلومه يعني، لو هتعملوا لبن مبستر، يعني لو عندك حته قشطه حطيها، انما لو لبن سايب بيبقى تحفه. انا استخدمت اللبن السايب وكانت طعمها تحفه فيه. جبت بقى كيسين الصوص بتاع الكراميل اللي هو بيبقى مع الكريم كراميل ده، ورحت جايه حطاه في قلب القالب بتاعي. مش شرط ما تربطيش نفسك بالقالب بتاعي دوت، انت اي سلطانيه اي بوله عندك مفيش مشكله حطي فيها، تمام. حطيته كده في قلب القالب بتاعي، ورحت جايه رافعه الحله على النار، وفضلت اقلب فيها باستمرار لحد ما غلت وطلعت فقاقيع معايا، وقوامها تقل بالشكل ده. مهم جدا ان هي تطلع فقاقيع معايا عشان ما تبص معايا يا جماعه. ورحت جايه حطاها كده في قلب القالب بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والخطوه دي نعملها بسرعه عشان بس ما يتكتلش معايا. ورحت جايه واخداها حاطه ضربها ضربتين كده، وسبتها لما هديت خالص. عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتهاش في التلاجة خالص يا جماعه، ما حطيتهاش في التلاجة، ده كانت تاني يوم الصبح. يعني انا عملتها بين بالليل وصبحت تاني يوم الصبح، ما حطيتهاش في التلاجة، كانت متماسكه وتحفه بالشكل ده، ولا لازقه ولا ما بتخرجش ولا اي حاجه، وكانت شكلها ده عايزه اقول لكم طعمها جميل ولذيذ جدا جدا جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، ومستنيه منكم كومنت حلو، وتقولوا لي رايكم في التعليقات زي ما بتقولوا لي على طول رايكم عامله ايه. ويلا نشوفها دلوقتي الشكل بتاعها والقوام بتاعها عامل ايه. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا. شوفوا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه وكريميه. انا مقربها لكم للكاميرا خالص اهوت علشان تشوفوا القوام بتاعها. شوفوا كريميه قد ايه، مع انها لا اتحطت في التلاجة ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. يا رب الوصفه تنول اعجابكم، ومستنيه تعليقاتكم زي ما قلت لكم، ودعوه حلوه من قلبكم كده، واسيبكم في رعايه الله. وكريميه انا مقربها لكم للكاميرا خالص اهوت علشان تشوفوا القوام بتاعها. شوفوا كريميه قد ايه، مع انها لا اتحطت في التلاجة ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. يا رب الوصفه تنول اعجابكم، ومستنيه تعليقاتكم زي ما قلت لكم، ودعوه حلوه من قلبكم كده، واسيبكم في رعايه الله.